اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض البسبوسة المرملة الجميلة بتاعة المحلات. اللي من جمالها مش هتبطلي تعمليها. هنعملها بلون حلو جدا وبطريقة سهلة جدا، مش هناخد مننا أي وقت ولا مجهود، ومكونات سهلة جدا وبسيطة، وأي واحدة تقف في المطبخ من أول مرة على الطريقة والمكونات والتكنيك اللي أنا بعمله إن شاء الله تعملها زي الفل. يلا بينا. اول حاجه معايا المقادير زي ما انتوا شايفين كده. معايا كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الميه، نص كوبايه من اللبن، وكوبايه الا ربع من السمنه، ومعايا كمان معلقه كبيره من عسل الكلوكوز. مش متوفر عندك عسل كلوكوز ممكن تستبدليه بعسل ابيض. مش متوفر عندك عسل ابيض ممكن هتستبدليه بمعلقه عسل الكنافه التقيل اللي هو الشربات. اول حاجه بقى زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا ابطن الصينيه بتاعتي وهركنها على جنب، وبعدين هبتدي اشتغل في المكونات بتاعتي. اول حاجه تعمليها خالص من اول ما تدخلي تبداي تبطني الصينيه وتركنيها على جنب، لان مجرد ما تعملي البسبوسه لازم تكون الصينيه بتاعتك جاهزه ان انت تستخدميها بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده بسبوسه. عايزه اديكم كمان آه معلومه. بسبوسه لو عملتيها بسمنه بلدي عايزه اقولك الطعم هيتنقل في حته تانية خالص، يعني كانك بتاكلي حاجه كده. مش يعني عايزة اقول لكم والله يعني احلى من المحلات بمراحل مراحل مراحل. يلا بينا نخلينا في وصفتنا، وبعد كده نخلينا نشوف موضوع السمنة البلدي ده بعدين، وهديكم بديل للسمنة البلدي ان يديك الطعم كأنك عاملاه بسمنة بلدي بالظبط واحنا بنعمل المكونات بتاعتنا. بطلنا الصينية بقى كده هنركنها على جنب. يلا بينا نبدأ نشوف هنعمل ايه. هجيب طاسة كده حلوة، طاسة بقى صينية حلة زي ما انت عايزة. انا استخدمت طاسة كده. هحط فيها كوباية السكر اللي احنا اتفقنا عليها من اول الفيديو، وهحط عليها كمان ربع كوباية من المية، وهنحط معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. مش هعمل اي حاجة تاني لحد كده. تمام. هرفعهم بقى على النار. انا عايزه اقول لكم ان انا مرضتش اسرع الفيديو خالص، قلت كل خطوه اديها لكم زي ما هي، بلاش تسريع فيديو المره دي علشان تبقى كل التكنيك معاكم، مفيش حاجه يعني تفوتكم، وانا ما اكونش بتكلم بسرعه، اكون بتكلم بالراحه علشان اقول لكم كل تكنيك في البسبوسه يبقى عامل ازاي. المره الجايه ان شاء الله هوريكم ازاي تنقليها من صينيه لصينيه لو هتشتغلي اوردرات. زي ما انتوا شايفين كده احنا ما بنمدش ايدينا خالص فيها ولا معلقه ولا اي حاجه، وبقلبها زي ما وريت لكم زي ما جات لكم كده في الفيديو من شويه. وبعد كده هحطها بقى كده على الرخامه، هديها تقلبتين، وبعد ما اديها تقلبتين هنزل عليها بكوبايه الا ربع من السمنه، وابتدي اقلب فيهم كده، وبعد كده اجيب معايا نص كوبايه اللبن وهنزل عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما انزل باللبن هتلاقوا الخليط معاكي كلبش كده في المعلقه اللي انت بتشتغلي بيها او المضرب اللي بتشتغلي بيه. هرفعها على النار لمدة دقيقتين كده لغاية لما تفك. هو هيفك على طول لان الخليط سخن، فهو طبيعي لو بتعملي حتى الكراميل بيكلبش معاكي كده. هبتدي بقى ارفعه على النار يفك شوية وارجع اوريكم هنعمل ايه بعد كده. لازم يفك تماما، مش عايزين فيه اي تكتلات ولا اي حاجة. لو كتل منك تضربيه بالهاند بلندر بعد ما يهدى شوية. انا كده فكيت كل ال الخليط معايا. انا فكيته على النار ما ضربتوش بالهاند بلندر. زي شايفين لونه حلو ازاي. انا عايزه هو اللون ده هنكرمله على النار لغايه لما يوصل للون الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هسيبه يبرد خالص لغايه لما يبقى عامل زي دمعه العين، او كانك عامله رضع البيبي وبتبرديها يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين كده لسه في تكتلات، فانا هفضل اقلب لغايه لما تروح خالص ويبقاش ما يبقاش فيها اي تكتلات نهائي. حاسه ان انتي مش قادره تعملي التكتلات دي ومش عايزه تروح اضربيه بالهاند بلندر. هنا بعد ما برد بقى وبقى دافي خالص خلاص، هو انتوا لقيتوا هيبدا يفصل معاكم السمنه عن الخليط. مش مشكله، ده امر طبيعي جدا يعني. معايا بقى نص كيلو من سميد البسبوسه، ويكون نوع كويس، تكوني جايباه من عند عطار كويس، يا اما تكوني جايبه الكيس اللي هو اسمه سنبله الفرات. انا بستخدم على طول اللي هو سنبله الفرات، بس طبعا المنطقة اللي أنا قاعدة فيها مش بيبقى متوفر فيها على طول، فاضطريت إن أنا أجيب سايب، وبجيب من عند حد موثوق منه يعني. هبتدي بقى أقلب كل المكونات دي على بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. مش هعجن لأني أنا مش عايزة أطلع الجلوتين اللي في البسبوسة. أنا عايزة بس أقلب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لغاية لما أخلي كل
حباية سميد بسبوسة متغلفة كويس جدا من السمنة او خليط السمنة باللبن اللي احنا عاملينه ده. مش هنعجن، هنقلب بس من تحت لفوق كده. عشان كده انا مرضتش اسرع لكم الفيديو، حبيت ان انا اخلي لكم الفيديو بطيء زي ما قلت لكم، علشان كل تكنيك انا بعمله تكونوا واخدين بالنا منه كويس جدا. انا كده غلفت كل سميد البسبوسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اصلا لون البسبوسه قبل ما تدخل الفرن لونها تحفه ازاي. هبتدي بقى اجيب الصينيه وانزل على الصينيه بالخليط اللي احنا عاملينه دوت. بسم الله. وابتدي بقى افرد الخليط اللي معايا ده كله في الصينيه. طبعا الخليط ده بيعمل معايا صينيه مقاس 30، وممكن لو عايزاها لو بتحبيها اتخن من كده شويه تعمليها على خليط على صينيه مقاس 28. بس طبعا هو حلو جدا على مقاس 30، صينيه مقاس 30. هدخلها بقى الفرن ويلا بينا نشوف هنعمل الشربات بتاعنا ازاي وايه شايفين اصلا كده قبل ما تدخل الفرن شكلها تحفه كانها مستويه، بس اللون ده عايزه اقول لكم بعد ما تخرج من الفرن حاجه تانية خالص. طبعا شفت في اول الفيديو كان شكلها عامل ازاي. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو زيكم كده، واللي مش مشترك في الصفحه يشترك في الصفحه وعشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. معايا بقى هنا كوبايه من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه. ده الشربات المظبوط لو مش عايزاها تكون مسكره. لو انت مش بتحبي الحاجه مسكره قوي يعني هتعملي زي ما انا بقولك كده، كوبايه من السكر، كوبايه ونص من الميه، عليهم عصره ليمون ورشه فانيليا. حابه انت بتحبي الحاجه مسكره شويه او انت عامله بسبوسه عشان تاكلي حاجه مسكره قوي، فهتحطي كوبايه ونص من السكر وعليهم كوبايتين من الميه. يعني هتزودي مقدار الشربات، او هتحطي كوبايه ونص من الميه وعليهم كوبايه ونص من السكر وعليهم كوبايه من الميه. بس عشان تاكلي حاجه مظبوطه اعملي اللي انا بقولك عليه ده. كوبايه ونص من السكر وعليهم كوبايه قصدي من السكر وعليهم كوبايه ونص من الميه. هتسيبيهم يغلوا على النار لمده 7 دقايق. انا بقول لكم هو بايدي هتسيبها تغلي على النار لمده 7 دقايق. بعد كده بقى البسبوسه طالعه، بصوا لونها تحفه ازاي، لونها خطير بجد. زي ما انتوا شايفين كده بقى البسبوسه تكون سخنه والشربات يكون سخن. شايفين اول ما الشربات نزل على البسبوسه عملت ازاي. بصوا بقى، سر من اسرار نجاح البسبوسه اللي هتعرفيه وانتي بتحطي الشربات. طالما البسبوسه اتشربت منك الشربات كده مجرد ما حطيتيه على طول اعرفي ان انتي عامله البسبوسه 100%، والبسبوسه هتطلع معاكي خطيره. البسبوسه ما اتشربتش معاكي الشربات كده يبقى هي كده عششت ومش هتبقى حلوه. يعني ايه عششت؟ يعني هتلاقيها من جوه عامله زي العيش، بتقطعي البسبوسه كده عامله معاكي زي العيش. تمام كده بقى احنا عندنا البسبوسه شربت كل الشربات، مقدار الشربات مظبوط جدا على البسبوسه. شايفين لونها خطير ازاي. انا عايزه اقول لكم انا بعتذر لكم عن الاضاءه جدا، والله هي لونها كمان في الحقيقه يعني افظع من كده، فالاضاءه عندي محتاجه تتظبط شويه، فان شاء الله اظبطها لكم. بس كده هي كده عندي البسبوسه شربت كل الشربات اللي احنا حطيناه. هبتدي ان انا اغطيها لمده من 3 ل 4 5 دقايق كده. هغطيها. بصي مجرد ما بتحطي ايدك عليها ايدك بتغرز لجوه، تعرفي ان البسبوسه بتاعتك زي الفل. هغطيها بقى. طبعا انت متاح معاكي ان انت تحطي عليها مكسرات قبل ما تدخليها الفرن، بس احنا عشان ما بنحبش المكسرات خالص، ولا انا ولا زوجي ولا الاولاد، فما بنحطش عليها مكسرات خالص. فاحنا بنحطها جيت احط غطا حله طلع صغنن فهنحط غطتين. فما بنحطش عليها مكسرات، احنا بنحبها ساده. بس لما نيجي نقطعها نحط عليها قشطه مش عارف ايه الكلام ده كله. انت حابه تحطي عليها مكسرات قبل ما تدخليها الفرن حطي عليها المكسرات. تمام كده هسيبها زي ما قلت لكم لمده 5 دقايق، وبعد كده بقى احطها في التلاجة. انا طبعا ما قطعتهاش معاكم على طول، انا حطيتها في التلاجة على ما اتغدينا وقعدنا قعده حلوه كده كام ساعه كده، وبعد كده بدات ان انا اقطعها. طلعتها من التلاجة. احنا بنحب ناكلها ساقعه مش بنحب ناكلها سخنه. فطبعا حابه تاكليها في وقتها تمام هتبقى معاكي زي الفل. حابه تحطيها برضو في التلاجة زي ما انا عملت مفيش اي مشكله. انا حطيتها في التلاجة حوالي كده ساعه ساعه وشويه. بصوا انا بقول لكم الاختبار برضو بتاع الصباع، ان انت بتحطي صباعك فيها كده صباعك بيغرز معاها يعني. بسبوسه خطيره يعني ولا اي انتهاش. مش والله لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها وهتندمي ان انت كنت بتشتريها من بره اصلا. هبتدي اقطعها بقى وهنطلع مع بعض في الطبق واوريكم الطعم والشكل والترميله. كنت هنسى اقول لكم بديل السمنه البلدي.
لو ما عندكيش سمنة بلدي وطبعًا أغلب الناس دلوقتي مش بتشتغل بالسمنة البلدي بسبب الغلو اللي إحنا فيه، فعندِك حاجة من عند العطار اسمه قصنص سمنة بلدي أو ريحة سمنة بلدي، بتجيبي الإزازة وتحطيها على السمنة بتدّيكِ effect أو الtaste بتاع السمنة البلدي بالضبط، هو مش 100% بس بتبقي حاسة إن طعم الحلويات تحفة. شايفين بقى الترميلة أو الشكل قطعة البسبوسة عاملة إزاي والّا الترميلة بُصّوا حاجة كده في منتهى الجمال، والله يعني مش قادرة أوصف لكم من أحسن بُصّوا أحسن من أجدعها حلواني في البلد، أنتِ بتعملي حاجة بإيدِك ونضافة وحاجة كده ما لهاش حل، خطيرة بجد خطيرة، جربوها وادعوا لي، أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.